بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اليوم الزمالك في فسحة كروية ونزهة تعودنا عليها منذ عشرات السنين مع نادي الإسماعيلي في الدوري. اللي محتاج نقاط المباراة ياخدها عادي يعني، هي فسحة ونزهة على عينك يا تاجر، على عينك يا تاجر. اللي عايز نقط المباراة دي ياخدها. الزمالك محتاجهم عشان ينافس على الصدارة ويبقى فارق بينه وبين اللي بينافسهم، ياخده. وفي نهاية الموسم بقى نهاية الموسم مع بعض بقى ايه، نبقى نتصرف مع بعض. اخدهم انا تاخدهم انت تاني، يعني مش المهم ايه. الزمالك محتاجهم في الدور الاول والدور التاني. لو الزمالك احتاجهم برضك للدوري يحسبهم، هياخدهم برضه عادي. هي ماتش الزمالك والاسماعيلي دي نزهة كروية، فسحة كروية تعودنا عليها. ده في سنة من السنين الزمالك كان بيلعب الاسماعيلي في الاسماعيلية، والاهلي بيلعب المحلة في المحل في القاهرة، والزمالك متصدر الدوري بفارق نقطة، وفوز اي فريق من الاتنين الزمالك ياخد الدوري. اما تعادل هزيمة الزمالك في الاسماعيلية وما ادراك ما الاسماعيلي في الاسماعيلية على ابو جراشة ونجوم على اعلى مستوى، كان يغلبوا الاهلي والزمالك. لكن مع الزمالك يعني عادي، يعني ايجي، فسحة. اقسم بالله العظيم كان اللي كان في استاد الاسماعيليه بقول لك، ماتش الزمالك والاسماعيلي ما كانش بيذاع في التلفزيون، لان كان زمان بيذاع ماتش واحد بس. هي القناه الاولى كان بيذاع ماتش واحد، قناه اللي هي قناه البرنامج الرياضي مرات، قناه مصر بيذاع ماتش واحد بس على قناه واحده من القناتين، ماتش واحد بس النادي اللي هو في القاهره. خارج القاهره ما يذاعش، بس كان مع الاهلي يفرق، يعني الاهلي هو اللي بره القاهره كان يذاع الماتش. المهم اهم حاجه الاهلي. فماتش الاهلي والمحله ماشية أهداف، عمال الأهلي وهدف واتنين وتلاتة. المهم الزمالك بيسمع الماتش في الإسماعيلية في الراديو، اللعيبة قاعدين قدام الحكام وكل حاجة، ومفيش لعب كورة. هما بيسمعوا النتيجة، الأهلي جاب 2-2، انزل يا جدع العب، هات جون. جابوا جون بقى الإسماعيلي 1-0 للزمالك. الأهلي جاب التالت